صباح الخير والجمال على كل صحاب مظبوط. صباحكم جميل مع مارجو مورنينج. الحقيقة أنا بس محتاجة الأول تأكدوا عليا على الصوت. النهاردة مش عارفة فيه إيه، بس كل ما بنحاول نطلع فيه مشكلة تقنية بتحصل في اللايف وبيفصل. أنا معاكم، بس محتاجة إنكم تطمنوني الأول إن الدنيا تمام وإن الصوت مسموع وكل حاجة تمام. حد كده يكون بيسمعنا او حد من الادمنز يكون بيطمنا على الصوت، علشان بس ايه نجوء. يلا بينا. الصوت زي الفل. طيب تمام، الحمد لله اخيرا. طيب النهارده بقى ندخل في موضوع حلقتنا، وان شاء الله الحلقه دي هتكون مميزه جدا وهتفرق معاك جدا مع كل شخص بيسمعني، سواء في اللايف او سواء هيسمع بعد الحلقه. تكون بتفرق معاك جدا في علاقاتك، انها تساعدك فعلا ازاي تحط حدود بشكل عملي وبشكل واقعي وبشكل صحي وبمنتهى المحبه. ازاي نكون بنعمل ده اللي هنتكلم فيه النهارده اكتر. واسمحوا لي هكون بتكلم اكتر بشكل حقيقي عن تجربتي الشخصية، مش بس دراسات او مش بس يعني حاجة نفسية، لكن كمان اكتر عن تجربتي انا الشخصية في الموضوع وازاي انه ده فرق معايا. انا الحقيقة حد من زمان يعني كنت فاكرة او كما اعتقد اني بعرف احط حدود كويس جدا، واني اني شاطرة يعني ان احط حدود، واني بعرف احط حدودي بشكل واضح، وبحب اخدم الناس وبحب اساعد الناس، بس في نفس الوقت عارفة يعني حدودي وطاقتي وكده. بس الحقيقة كل شوية مع الوقت بكتشف حتة تانية في نفس الموضوع في العلاقات، كأنها عيني بتشوفها او بتنفتح عليها، اني لا، انا محتاجة اتعلم اكتر عن النقطة دي، انا محتاجة اتعلم اكتر في الحتة دي. واللي لقيته انه اوقات الموضوع بيكون سهل قوي، واللي هو يعني الموضوع سهل جدا ان انا اعمله لما بيكون مع ناس غريبة، او لما بيكون مع ناس مش في دايرتي القريبة، ناس ابعد. حد تخطى حدوده بشكل ما، حد قال كلمة بشكل ما، حد عمل موقف بشكل ما، طالما مش في الدايرة القريبة قوي I think ده بيكون اسهل عليا اني انا اعرف اوقف الشخص ده او اعرف احط حدود للشخص ده. وكان بالنسبة لي ايه يعني اخرها ايه؟ مش هنتكلم تاني، خلاص يعني خلاص انا هوقف العلاقة دي، او انا هوقف التواصل ده، لانها ما كانتش بتبقى علاقة اصلا قوية، كانت بتبقى حاجات سطحية، او كان بيبقى الموضوع من بعيد، فما كانش الموضوع بيكون مؤثر جدا ليا او كان بيبقى فارق معايا. فكان عادي او سهل بالنسبة لي اني اواجه، اني اتكلم بطريقة واضحة، اني اتكلم بطريقة فيها حزم، اني اقول حدودي ايه، وانا عارفة انها لو ما اتقبلتش من الشخص التاني اتس اوكي، يعني مش فارق معايا. اما بقى لما ندخل بقى في العميق، ندخل بقى في العلاقات اللي قريبة، واللي انت مش هينفع انك تكون بتقطع العلاقات دي، العلاقات اللي هي موجودة في حياتك، بس انت عاوز تكون عارف تحط حدودك بشكل برضو واضح، او حتى في الدايره الاوسع سنه، مش البعيده خالص، مش السطحيه خالص. يعني اي ثينك ان السطحيه دي او على الاقل بالنسبه لي انا كنت بعرف اعملها بسهوله، لكن كل ما بدخل لدايره اقرب كل ما كان الموضوع بيكون اصعب بالنسبه لي اني ازاي اوضح ده. طيب، فكان سؤالنا لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت، في آخر الحلقة كده قلت لكم سؤال وقلت لكم يا ريت تفكروا فيه، وكان السؤال كالآتي: لما بتفكر تحط حدود، لما بتفكر يعني لسه ما عملتش، انت بس بتفكر، يعني مثلا حصل موقف من حد معين وانت فكرت مع نفسك ايه اللي حصل النهاردة ده؟ لا، انا مش المفروض اكون بعدي اللي حصل ده، انا محتاج اكون بوقف وبعمل حدود وبتكلم عن اللي حصل ده، وبعمل وقفة يعني للي حصل ده انه ما يتكررش تاني، انا مش قابل اللي حصل ده انه يتكرر تاني. طيب
لما بس بتقعد مع نفسك وبتفكر بس انك تعمل ده، يا ترى ايه الفكرة او ايه الشعور اللي بتحس بيه؟ يعني شاركونا يا جماعة دلوقتي، حتى لو ما كنتوش شاركتونا في البوست اللي نزل، شاركونا دلوقتي. يعني هقول لكم امثلة مثلا. يعني هل مثلا بحس انه انا حاسس بالذنب، انه هيزعلوا مني، او لو قلت له كده هيفتكر ان انا بطلت ان انا عاوز اكون صاحبه او اكون صاحبتها، او انا كده الشخص ده هيتضايق مني. طب هيقولوا عليا ايه؟ مش يمكن يقولوا مارجو بطلت انها تكون الشخص المحب، او فين مارجو بتاعت زمان؟ فين مارجو بتاعت زمان؟ برضو كده كنتش كده زمان. او مارجو دايما كانت حد بيدي باستفاضة وبكرم، وايه دلوقتي اتغيرت علينا؟ لا، دلوقتي الموضوع ما بقاش كويس خالص. او هحس ان انا نفسي كده هبقى من جوه كاني بعمل حاجه غلط، او كاني يعني مش الانسان المحب فعلا للناس. قولولي بتفكروا في ايه. دي امثله، وانا برضو هقرا لكم امثله من ناس تانية وصحابنا شاركونا على السؤال ده. ابتسام ابتسام بتقول لنا انا مش بحط حدود بسهولة، بتكون بعد محاولات كتير ان العلاقة تبقى تمام، بس اول ما احط حدود بتبقى دي النهاية وبتعامل معاهم سطحي جدا. هو يا ابتسام الحقيقة احنا هنا لو سمعتينا الحلقات اللي فاتت وشجعك تسمعيها، مش بنتكلم عن الحدود انها نهاية العلاقة، وده مفهوم انا عارفة مش بس ابتسام، لكن الموضوع ده منتشر جدا، انه الحدود خلاص انا هحط حدود للشخص ده معناها تقريبا ان انا بقولك ان انا مش هكلمه تاني، او انا هحط حدود لفلانة دي معناها ان انا هقطع علاقتي بيها. الحقيقة احنا اتكلمنا قبل كده انه الحدود علشان تحمي العلاقة، مش علشان تقطعها. وبالتالي احنا ليه في الاخر بنحس بكده؟ لان بنسيبها للاخر، لانها فعلا في الاخر. فده معناه اني انا عديت واستحملت حاجات غير مناسبة ليا اطلاقا، لغاية لما وصلت لمرحلة مش مقبول معاها غير ان انا هقطع العلاقة دي. فانا كأني بس بوضح ان انا الموضوع ده مضايقني وخلاص انا كده هقطع العلاقة دي وهخليها علاقة سطحية. فمش هو ده بس مفهوم الحدود. في حدود كتير يا جماعة، يعني ينفع نحط حدود في كل أنواع علاقاتنا، بس باختلاف شكل الحدود زي ما هو اختلاف شكل العلاقات. زي لما قلت لكم الدوائر، أنا اللي محدد إن في دايرة دي ودي ودي ودي، أنا اللي بحط الحدود دي، أنا اللي بحط وبحدد مين اللي في الدايرة الأقرب، مين اللي في الدايرة الأوسع، مين اللي في الدايرة البعيدة خالص. وده فكرة ان احب الكل. ازاي ممكن يبقى في حد في الدايرة البعيدة خالص بس انا برضو بتمنى له كل خير؟ اوكي، طيب نرجع للفكرة بتاعتنا وسؤالنا. نورهان بتقول ايه اللي بتفكر فيه لما هي بتفكر ازاي تحط حدود مع شخص معين؟ بتقول انا ازاي هاخد مجهود على ما اعودهم على الحدود دي واجبرهم يحترموها بعد ما كانت مش موجودة. يعني كأنها بتقول الهم ان الموضوع هياخد مجهود، انه ازاي اوضح لهم الحدود بتاعتي، ودي نقطة هنتكلم فيها قوي. طيب مارينا عادل بتقول بحمي مشاعري وطاقتي. حلو جدا، يعني هي لما بتفكر اني انا هحط حدود ده معناه ان انا بفكر ان انا هحمي حدودي وهحمي طاقتي وهحمي مشاعري. اوكي، طيب عندنا اسماء كمان بتقول بتفكر او بيجي في بالها التلكيك، التبلي، الايذاء المعنوي، سلب الحقوق، تشويه السمعة. انا متفهمة جدا قد ايه ده صعب يا اسماء، وقد ايه انه هو ده اللي ارتبط انه بنفتكره لما يكون عايز احط حدود لشخص لانه تعدى كل الحاجات دي. طبعا ده حقك جدا جدا، وغير مطالبة باي علاقة مع الاشخاص المؤذيين. طيب جيني بتقول الحماية، بيجي في بالها الحماية، بحمي نفسي. اوكي، الهام بتقول لو في شخص لسه في اول معرفتي بيه هتكون سهلة، لكن الصعب لما قرر اعمل الحدود مع ناس 10 سنين. جدا جدا يا الهام اتفق معاكي، وده اللي انا شخصيا مريت بيه. ازاي اني كنت بحس ان الموضوع سهل قوي
لما ما بيبقى مع ناس في علاقات سطحية أو في حاجة بعيدة، لكن لما بيكون مع علاقات عميقة ولما يكون مع ناس أقرب بجد بيكون الموضوع أصعب. طيب كمان مريم أشرف بتقول إن ده طبيعي وده احتراما وحبا لذاتي. كلام جميل، كلام جميل جدا جدا يا مريم. يا ريتنا نفهم إنه فعلا لما بفكر أحط حدودي أنا بحط ده احتراما لذاتي وحبا لذاتي بشكل صحي، واحتراما للآخرين برضو زي ما أنا هحترم حدودهم وما يحترموا حدودي. سارة مجدي بتقول لنا حاجة فعلا جوهرية جدا، بتقول ماذا لو كسرها؟ يعني ايه اللي هيحصل لو انا حطيت حدود بس اللي قدامي كسرها؟ هتصرف ازاي ساعتها؟ تابعينا يا سارة، لان النهاردة هقول سر خطير في الحتة دي هيفرق جدا جدا معاكي زي ما فرق معايا. بيتر كمان بيقول لنا يا ريتني عملتها من الاول، ما كنتش وصلت للي انا فيه دلوقتي، او يمكن ما عرفش احط ولا اعمل حدود، كل شيء جايز. شكرا يا بيتر، شكرا لكل حد بيشاركنا. كمان برناديت بتقول لنا بحس بالذنب. شكرا جدا جدا يا برناديت، لانه فعلا احنا غالبا ده اول شعور بيطلع، يعني هو انت مش لوحدك، هو غالبا ده اول شعور بيطلع اللي هو الشعور بالذنب. عارفين ليه؟ هو يعني مش بري لوحدها اللي بتحس كده يا جماعة، هو ده غالبا حاجة تأصلت فينا من المجتمع. ليه؟ لأنه أنا دلوقتي لما دايما أكون بعمل حاجة بيتقلي عليها إنه مثلا صفات معينة، فمثلا أنا هقول إنه بري شخص كويس وعطوف ومحب وخدوم، وكل ما بعت لها حاجة ترد عليا دايما وكده. فلو هي حاولت تحط أي حد في حتة معينة هيبقى الموضوع مش لطيف. يعني بري انا منين ما اقول ان انا عايزه اروح لها هروح لها، خلاص هو الوقت ده يناسبني انا، مش مهم يناسبها هي ما يناسبهاش هي، خلاص. لو هي في يوم قالت لا او الوقت ده مش مناسب ليا او اصل يعني الوضع مش مناسب حاليا، لا ده هيكون غير مقبول تماما. ايه ده بري ما بقيتيش بتحبيني زي زمان ولا ايه؟ فاهمين؟ وقيسوا طبعا، انا بقول مثال بسيط بس قيس على ده كل حاجه بتحصل في الحياه. وعلى فكره لما ما بعرفش احط حدود في الحاجات الصغيره، يعني يبان الموقف اللي انا اديته كمثال صغير جدا بس اللي هو مثلا وقتي او بيتي او المساحه بتاعتي، لو انا ما عرفتش احط حدود في الحته دي، على فكره هو ده اللي بيخلي انه يحصل استغلال ويتم استغلالي في حاجات تانية كتير. زي مثلا حد يطلب منك خدمه او حد يطلب منك شغل او تعمل الشغل ده، ولما تيجي بقى تبطل ده او مش تبطل، انت حتى تحاول توضح انه حقك ايه او حدودك ايه، بتلاقي انه مش مقبول خالص. وانت كنت بتعمل كل الشغل ده وانت كنت حد كويس، وانت ايه اللي حصل؟ اسناد بتقول لنا بستثقل الكلام اللي بيتقال شبه اتكبرتي اتغيرتي انشغلتي ما بقناش على هواكي. بالظبط جدا. يعني لا اتغيرتي، لا ما بقيتيش زي زمان. فين اللي كنا بنحبه؟ فين مارجو اللي كنا بنحبها؟ فين اللي كنا معاها دايما؟ منين ما نقول لها كذا بتكون معانا، منين ما نعمل كذا بتخدم على طول. فاهمين قصدي؟ كمان وبرناديت بتقول كده كمان، وابدا اتلام بقى، يعني يبدا يحصل عمليه من اللوم. فانا عايزه اقول لكم ان العمليه دي طبيعيه يا جماعه، يعني البروسيس دي طبيعيه، اللي هي اني انا شخصيا اول ما ابدا افكر اني عايزه احط حدود لحد، ابدا انا احس بذنب. وعايزه اقول لكم اني لو عمري ما حطيت حدود خالص فغالبا ممكن احس شعور اتقل من الشعور بالذنب، يعني ممكن احس اصلا بشعور بالعار مثلا، يعني ممكن احس بحاجه وحشه قوي. تمام؟ وكمان الترتيب كده يعني، وبيحصل بقى غالبا، يعني وبيحصل غالبا اني انا نفسي ببقى حاسس ان انا كده هبقى مش محب كفايه، انا كده هبقى مش بعمل المحبه ومش بعمل الخير كفايه. تمام؟ والناس هتعمل ايه؟ الناس هتبدا تضغط عليا، يعني هيبدا يحصل
زي الكلام اللي انتوا بتقولوه ده واللوم، وكأنه ضغط عاطفي، يعني اللي هو إيه انت اتكبرت علينا، ايه يا عم اتغيرت، ايه يا عم ما بقيناش ما بقتش تخرج معانا، ما بقيناش على هواك، ايه يا عم انت كل شويه اتشغلت ولا ايه، وحياتك اتغيرت وشفت نفسك عارفين يعني الكلام ده. ف فيبدا يحصل لوم. عارفين بقى انا محتاج ليه، يعني ليه بقول لكم ان دي يعني اجزاء من العمليه؟ علشان نفهم انه لو ده حصل ده طبيعي، ده طبيعي. لاني جايه لكم دلوقتي في الكلام ازاي ان انا محتاج اكمل الخطوات العمليه. فالجزء ده لو حصل ده طبيعي انه يحصل، محتاجه اقبله. لاني لو خفت وافتكرت انه ده مش طبيعي، ايه اللي هيحصل؟ هتراجع، هحس ان انا لا 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 الموضوع ما ظبطش، انا كنت عاوز اعمل حدود بمحبه، كنت عاوز اعمل حدود كويس، بس لا لا لا, لا الموضوع ما نفعش، لا خلاص هرجع تاني علشان ابقى الشخص الكويس. فعايزين هنا نفرق انه لا ده عمل يعني كأنها عملية وضع الحدود هي بيحصل فيها فانا محتاج افهم انا هتعامل ازاي، ومحتاج قبل ده كله اكون عارف انا بعمل ده ليه. فانا محتاج يبقى عندي اساسيات ما يهزنيش فيها هم يقولوا عليا ايه فده يرجعني، او ما يهزنيش فيها انه صفات معينة اتقالت عني، او صفات كانت حلوة بتتقال عني اتعكست او راحت فين، او يحصل اي ضغط او اي لوم. فعلشان كده محتاجين نكمل. اوكي، فانا لما افهم ان ده طبيعي هكمل، ولما افهم الهدف بتاعي اللي انا بعمله اعرف اكمل. فلو ما حضرتش الحلقه اللي فاتت اشجعك تروح تحضرها، عشان اتكلمنا كتير في الحته بتاعه الاساسيات او بتاعه الهدف. بس هقول لك حته باختصار عشان تكمل معايا وانت فاهم كده احنا ماشيين ازاي. انا فاهم اني بعمل ده ليه، انا فاهم اني هنا علشان لما بحط حدودي انا بحمي العلاقه دي من بدري. زي لما انتوا قلتوا وكتير منكم قال لو كنت حطيتها من بدري ما كنتش وصلت للمرحله دي، او اني مضطره احط الحدود في الاخر واقطع العلاقه لاني انا ما حطيتش حدود من البدايه. فانا محتاجه اعرف اني انا لما بحط حدود دي محبه، دي محبه، هي مش عكس المحبه، هي اصلا محبه. لاني انا لما بحب نفسي حب صحي، ولما بحترم نفسي وبعمل حدود لنفسي وبعمل حدود للاخر واحترم حدوده هو كمان، ده منتهى المحبه يا جماعه. اني فعلا اعرف اتمنى له الخير، وما ده ما يخلينيش اني اسمح باذى ليا ابقى موجوع وابقى خليته كمان هو يغلط. فما فيش داعي خالص لكل العمليه دي. فكل ما بحط حدود بحمي نفسي وبحمي علاقاتي. طيب هقول لكم حاجه انا كتبتها هنا، بس انا هشرحها لكم. انا عارفه انه ممكن ما يبانش كويس، بس لو حد حبها ممكن يكتب لي في كومنت وابعتها لكم في الرسائل، او ابعتوا لي على الرسائل. ايه بقى الورقه دي؟ الورقه دي بتكلمنا عن بشكل عملي نعمل ايه، يعني بشكل عملي نعمل ايه. فهم 3 خطوات، هم دول اللي هشرحها لكم النهارده. اوكي، اول خطوه فكر كويس. اول خطوه فكر كويس. افكر في ايه يا مرجو؟ ما انا خلاص انا عارف ان الموضوع ده متعب جدا، وانا عارف انه ضايقني جدا، وانا لازم اواجه واحط حدود كويس. لا، فكر كويس، اهدى، خد وقت لوحدك، اقعد وفكر كويس. فكر في ايه؟ فكر انت عايز ده فعلا ولا لا. فكر انت عارف ده هيأثر عليك ازاي ولا لا. فكر، ولو بتحب الكتابة زي حالاتي كده اكتب، اكتب واكتب مشاعرك واكتب افكارك، واكتب انت فعلا عاوز تعمل الموضوع ده، عاوز يعني هنمشي في الخطوات دي اللي هو ان انا هقول للشخص ده وهحط حدود ولا لا. هل الموضوع فارق معاك بشكل ما؟ هل الموضوع مؤثر عليك ازاي؟ هل عندك استعداد تعمل ده؟ واعكس السؤال، طب لو ما عملتش هل عندك استعداد لتحمل نتائج انك ما حطيتش حدود دلوقتي؟ هل متخيل ده ممكن يأثر ازاي بعد شوية على العلاقة بتاعتك دي ويبقى شكلها ايه؟ فكر كويس. اوكي، طيب بعد ما فكرت كويس، خلاص انا فكرت يا مرجو، انا فعلا حاسس ان انا عاوز اعمل ده وعايز احط حدودي. تمام،
خليك واضح. يبقى دلوقتي اول حاجة فكرنا كويس. تاني حاجة هواجه ازاي؟ انك خليك واضح وخليك حازم. محدش قال ابدا يا جماعة انه المحبة عكس الحزم، بالعكس في حاجة اسمها المحبة الحازمة، يعني اعرف اكون بحب واعرف اكون حازم في كلامي. طيب حازم دي يعني اعمل ايه؟ حازم دي يعني انت هتتكلم عن نفسك، وهتتكلم عن انك بتوضح الموقف اللي حصل. فاحنا هنا بعد ما فكرنا كويس، انا هنا عشان اتكلم مع الشخص ده على انفراد عن نفسي وعن انا عايز الوضع يبقى ازاي. فانا مش هقعد اقول انت عملت وانت سويت واللي انت بتعمله فيا واللي انت وانت بتخليني كذا وانت بتدمرني لا يا جماعه، يعني هو ده الحقيقه مش بيساعد خالص. يعني انا عايزه اقول لكم، انا قلت لكم ان الحلقه دي هتكون عمليه قوي، وقلت لكم انه ده برضو من تجربتي الشخصيه. فانا شخصيا مش بحب فكره اصل ده صح ولا غلط. هي مش فكره صح وغلط، هي فكره انه ده بيساعدني انا في علاقاتي ولا لا، ده هيساعد العلاقه بتاعتنا ولا لا. فانا ممكن بكل هدوء وبكل برضو حزم اكون بوضح له انا الموقف ده بيأثر فيا ازاي، انا طريقة التصرف دي بتأثر فيا ازاي، انا الطريقة دي بتخليني احس بايه، لاني فكرت في ايه. تمام؟ لاننا مختلفين يا جماعة، احنا اتكلمنا في النقطة، انتوا عارفين ان احنا مختلفين. فطبيعي اني ممكن يقول لك ما انا بعمل كده، اصل لو قلت له انت بتعمل، ممكن يقول لك ما انا بعمل كده مع كل، او انا كنت بعمل كده معاك طول الوقت، او انا كنت بعمل مش عارف ايه، او انا بعمل مع كل الناس بتستحملني، ما انت عارف انا عندي ظروف. اول ما بقول انت، بيبدأ الشخص اللي قدامي يدافع عن نفسه. فاحنا مش في حتة انت، انا في حتة انا بحس بكذا، ولاني عاوز علاقتنا يبقى انا دلوقتي مركزة على العلاقة اللي بينا، ان انا عاوز العلاقة اللي بينا دي تكون افضل وتكون بتتطور او بتتحسن. اوكي؟ فهنعمل ايه؟ هوضح الوضع انا اللي اثر فيا ازاي، وهوضح انا عايزه يبقى ازاي. يعني هوضح انا شخصيا اللي فات ده ما مريت بيه، حسيت بايه او فكرت في ايه او اثر فيا ازاي، وانا عاوز الوضع يبقى ازاي. لازم اكون واضح قوي في الحتة دي، لانه انا لو ما وضحتهاش هو مش هيعرف ايوه يعني اعمل ايه. فانا عايز اوضح بالظبط انا عايز الموقف يبقى ازاي. تمام؟ طيب بعد ما وضحت ان الموقف يبقى ازاي، في نقطة مهمة جدا جدا جدا، وركز معايا لانه من غيرها ما كل اللي عملناه ده ملوش لازمة. يعني كل اللي ملوش، كل اللي قلناه ده وكل ان انا واجهت وان انا اتكلمت ملوش لازمة لو ما ركزناش في الحتة دي. طيب ايه الحتة دي؟ لو حصل تخطي للحدود اللي انا بقولها دي، هيكون في نتيجة. اوكي؟ النتيجة دي يا جماعة عليا مش عليه. يعني ايه؟ يعني انا عاوزة اقول لكم ان الاخر ده مش في ايدنا، يعني الاخر ده مش في سلطتي. انه يعمل ايه او ما يعملش ايه ده مش في سلطتي برضو. لانه في ناس منكم سألتني وقالت لي انه حاولت احط حدود قبل كده وما نفعتش، او حاولت اعمل ده وما سمعوش اللي انا قلته او ما عملوش بيه. برناديت بتقول بيتقال لي طب ما احنا كده من بدري، ايه اللي حصل؟ حلو جدا يا بري. انا كده من بدري ايه اللي حصل؟ احنا فعلا كده من بدري، وده كان بيعمل فيا اذى معين، او ده كان بيوصل لي مشاعر معينة، وانا لاني عايزة العلاقة دي تتطور والعلاقة دي تبقى افضل، وعارفة ان احنا الاتنين عاوزين علاقتنا تستمر،
فعلشان ده يحصل فانا محتاج نعمل كذا وكذا وكذا، محتاج اخلي الوضع ده عامل ازاي. فارجوكم محتاجين نركز في النقطة دي، اني اوضح انا عاوز الوضع يبقى ازاي. طيب انا دلوقتي عايزة اتكلم، فانا وضحت الوضع عايز يبقى ازاي. انا عاوزة اتكلم في نقطة ان الحدود على نفسي. انا بحط حدود على نفسي. يعني ايه بحط حدود على نفسي؟ قلت لكم ان الاخر ده مش في ايدي، فانا لو قلت له ما تعملش ده تاني هيعمل. يعني هو هيعمل، ايه اللي يمنعه انه يعمل ده؟ انتوا فاهمين قصدي؟ يعني مش الفكرة اني انا ازاي اخلي اللي قدامي ده ما يعملش التصرف ده تاني. مش اول انا اقول له كده مش هيعمله. طب هيعمله. هتعملي ايه بعد ما يتكرر الموقف ده؟ لا خلاص هنسكت بقى. يبقى نرجع لاول خطوه اللي هي فكر كويس ويا ريتك ما واجهت. لانه كده بقيت المواجهات والكلام ملوش معنى. كده كل ما تقول للشخص ده على حاجه مش هتتعمل اكتر بقى، لانه هو بقى عارف انه لما ده بيحصل ويحصل بقى استغلال زياده، انك اصلا شخص بتقول حدودك ولا انت نفسك مش محترمها. يعني انت نفسك مش بتحترم حدودك لنفسك. طيب امال اعمل ايه بقى؟ انا بحط الحدود دي على نفسي. طالما انا مش في امكاني ان اقول لك تعمل ايه او توقف ازاي، او انا قلت لك يعني وضحت لك انا عايزه الموضوع ازاي، بس مش في امكاني اني امنعك من ده، لانه في الاخر كل انسان حر يا جماعه. تمام. طيب فانا دلوقتي محتاجه احط الحدود دي على نفسي. يعني ايه هحط حدود على نفسي؟ يعني انا بقول انه انت لو اتكلمت مثلا، لو انا مثلا بتكلم، تعالى ناخد مثال مثلا على الصوت عالي مثلا، فانا هقول للشخص ده ان انا مش قادر استحمل الصوت العالي، او الصوت العالي ده بيوصل لي كذا وكذا وكذا. طب تمام، هو ما سمعش الكلام وبرضه بيعلي صوته، او مثلا بيقول الفاظ معينه او حاجه. فانا هقول الموضوع على نفسي، بحيث انت انا قلت لك اني عايزه الوضع يبقى ازاي. عايزه الوضع يكون فيه كلام هادي، يكون فيه طريقه ما فيهاش علو صوت، ان احنا نكون بنتكلم وبنتواصل مع بعض بتفاهم. طيب برضو هيعلي الصوت. طيب هو الحقيقه يعني لو حصل ان الصوت ده حصل تاني او العلو ده حصل تاني، فانا مش هقدر اكون موجوده في المكان ده، فانا هنسحب من المكان، او احنا مش هنقدر نتكلم لفترة زمنية هذا قدرها. طبعا يا ريت يا جماعة واحنا بنقول الحاجات نكون واقعيين ومنطقيين ونقدر ننفذها. عشان كده بقولك ان الحدود دي على نفسك. فالحدود اللي على نفسك دي انت ادرى واحد هتقدر تعملها ولا لا. فلو مش هتقدر تعملها ارجوك ما تقولهاش. اوكي. طيب اخر نقطة انك تنفذ النتيجة. مش احنا قلنا دلوقتي انك هتواجه وتوضح وتقول لو حصل تخطي للحدود هنعمل ايه؟ اخر نقطة هنا وهي انك تنفذ النتيجة. ما هو انا لو قلت له انت لو حصل كذا انا مش هتكلم معاك، وانا هقعد اسبوع مش هتكلم معاك. طب انت وسعتها ليه؟ انت كان ممكن تقول في الموقف ده بس، طالما ده اللي تقدر عليه. اصل ما قدرتش ابعد اسبوع، طب ما نقولهاش. طالما الحاجه اللي نقولها ننفذها. يعني خلاص انا حطيت نتيجه معينه، انت نفسك محتاج تحترم حدودك. يعني دلوقتي الحدود دي انت اللي قلتها، فلو انت ما التزمتش بيها ازاي غيرك هيلتزم بيها؟ يعني انت مش عايز تسمع الحدود بتاعتك انت ولا تنفذها، وبتطالب حد تاني انه ينفذها، فبالاولى انك تكون انت اللي بتنفذها. اتفقنا؟ طيب يبقى كده الثلاث خطوات اللي احنا اتفقنا عليهم، ان احنا هنفكر كويس قوي، ان احنا عارفين الهدف من اللي احنا رايحين نعمله ده، ان احنا فاهمين قوي العملية بتاعت وضع الحدود، وانه طبيعي انه يطلع لي شعور ذنب، وانه طبيعي انه يتقال لي كلام زي انت اتغيرت او اي كلام ضغط عاطفي. ارجوك كمل في طريقك ولا تتأثر بهذه الكلمات.
واجه، خليك واضح، وخليك حازم، وخليك برضو محب انك تقول الحاجات بشكل واضح، وتقول انت عاوز الوضع يبقى ازاي، وهتحط نتيجة، والنتيجة دي تكون انت تقدر تنفذها، والنتيجة دي تكون على نفسك علشان انت اللي هتنفذها. ولو فعلا حصل تخطي للحدود، ارجوك نفذ النتيجة، لانه لو ده ما حصلش مفيش اي معنى للمواجهة ولا لوضع الحدود. اوكي، فنفذ النتيجة. ده هيساعدك جدا انك انت نفسك تكون احترامك لذاتك بيزيد يوم بعد يوم، وده هيساعدك اكتر في انك تعرف تحط حدود بشكل افضل، وانك تعرف تحط حدود صحية اكتر، وانك كل مادة تكون علاقاتك بتتطور وبتتحسن. شكرا ليكم، انا طولت عليكم جدا، بس كنت حابة ألم لكم الموضوع والخطوات بتاعته تكون واضحة قدامكم. يومكم جميل، اشوفكم الاربع الجاي الساعة 9 صباحا لايف على راديو مظبوط.